اعتبروا الفيديو ده إشارة ليكوا إن انتوا تبتدوا تقللوا السكر. يعني من سنين حاولت إن أنا أجرب شاي في القهوة باخد حوالي 3 معالق ونص أو 4. في مرة كده قللت نص معلقة، وصلت لحد 3 معالق. بعدها تاني عادي، كملت عادي الأربع معالق أو 3 معالق ونص. من شهرين قررت أحط نفسي قدام الأمر الواقع، وقلت لنفسي أنا هاخد معلقتين ونص، وقررت فعلا أستمر على معلقتين ونص. الشهر اللي فات أو طول الشهر اللي فات حطيت نفسي قدام الأمر الواقع، وقلت لنفسي أنا هستخدم معلقة سكر واحدة بس. مهما حسيت الحاجة مرة، مهما حسيت أي حاجة أنا هتعود عليها. أنا عندي قدرة إن أنا أكمل شرب أي حاجة بمعلقة سكر واحدة بس. الأحسن طبعا إن احنا نبطل الحاجة تدريجيا عشان ما يعملناش هبوط، عشان ما نحسش بالصداع، عشان ما نحسش بتعب. بس انا ابتديت واحده واحده ان انا اتعود عليه بشكل عادي، ما اثرش فيا. وبالعكس في اقرب وقت ممكن ابتديت الاحظ حاجات انا ما كنتش متخيله ان السكر ممكن ياثر بشكل كبير قوي كده. اول حاجه ابتديت الاحظها ان لو في اي دهون زياده في وشي ابتدت تنقص، لدرجه ابتديت احس ان وشي متحدد بشكل احسن. ودي اول حاجه لاحظتها في وقت قريب جدا. تاني حاجه لاحظتها ان انا ما بقتش مستحمله السكر اللي في الفاكهه، اللي في العنب مثلا. والعنب البناتي قد ايه مسكر قوي، لدرجه ابتديت من كتر السكر بتاعه اتضايق. ودي كان اول مره في حياتي احس ان في سكر في فاكهه مضايقني. ده خلاني حتى في احتياجي من الفاكهه اوقات ببقى منظمه فيها اكتر، وما بزيدش زياده عن اللزوم، وبعرف انظم السكر اللي انا بحتاجه من كل فاكهه بشكل احسن. تالت حاجه، ودي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، انا دايما ضغطي بيوطى في الصيف في الحر. ما بحبش ابدا الصيف بسبب كده، وبحب دايما اشرب عصاير. ابتديت احس بقى متزن لاكبر قدر ممكن، ما بقتش حاسه ان انا ضغطي بيوطى بسهوله. حتى لو طلعت عملت مشاوير الموضوع بقى ارحم بكتير من اي صيف في حياتي عديت عليه. رابع حاجه، ودي بالنسبه لي يا الله، ان انا كنت دايما لما بجري بتعب على طول، لما بلعب رياضه برضو بتعب. يعني ممكن اخد مجهود على حسب الحاجه اللي انا بلعبها او التمرين اللي انا بتمرنه، ضربات قلبي تزيد، ممكن انا بصلي ضربات قلبي تزيد. حته الجري انا عمري ما كملت كيلو على بعضه، لازم اجري شويه واقف، ما اقدرش ضربات قلبي بتزيد بشكل مش طبيعي. انا من يومين كملت اول كيلو كامل من غير ما اقف خالص، وده بالنسبه لي كان يا الله، الحمد لله اللهم لك الحمد. مع الوقت ان انا بقيت بستحمل المجهود في التمرين او انا بلعب رياضه. وتقليل السكر ليه فوائد كتيره جدا حلوه حتى مع زياده العمر، وليه فوائد تانية كتيره تقدروا تدوروا عليها. ده بجد اللي هيحمسكم بناء على الهدف اللي انتوا حاطينه او الحاجه اللي انتوا عايزين توصلوا لها، ان انتوا لما تاخدوا الخطوه دي في حياتكم تتمسكوا بيها لاكبر قدر ممكن. لو قررتوا ان انتوا تبطلوه تدريجيا عشان ما تبتدوش تتعبوا، وان انتوا تقدروا تاخدوا الخطوه دي في حياتكم، بجد 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 لازم تعملوا الحاجه دي.